الظروف الحالية تفرض علينا أن نتحدث فيه. لماذا؟ في ظل القرار الذي اتخذته الفيفا بأن تدور مباراة جمهورية الكونغو والمغرب في مدينة أكادير في ملعب أزهر، بعد أن كان مقرر لها أن تكون خارج الديار. المفروض في البداية كانت في برازافيل مثلا. الفيفا رأت بأن ملعب برازافيل غير صالح، اقترحت ملعب كينشاسا. أنتم تعرفون الحكاية، ملعب كينشاسا رفضت الكونغو أن تلعب في كينشاسا مباراة النيجر، وهذه المباراة الآن لا نعرف مصيرها. هناك من يقول بأنها أجلت، وهناك من يقول أن الكونغو خسرت المباراة ب3 أهداف مقابل لا شيء أمام النيجر. إذا كان من المفترض أن نلعب المباراة خارج المغرب، وإذا به قرار الفيفا يقرر أن تنقل المباراة إلى أكادير. والمنتخب المغربي بعد أن لعب مباراة زامبيا في ملعب أزهر ظل في أكادير لم يسافر، وسيأتيه المنتخب الكونغولي. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الكونغو، جمهورية الكونغو، ستستقبل المنتخب المغربي في المغرب. تخيلوا مثلا نقول فرنسا ستستقبل منتخب السويد في أوسلو، عفوا في مثلا في السويد، أو ستستقبل مثلا إيطاليا منتخب إنجلترا في ويمبلي. هذا شيء غير موجود إلا في أفريقيا، وهذا الشيء يجني علينا جميعا ككرة قدم مغربية. وهذه ليست المرة الأولى. نحن متعودون أن نلعب مباريات عند الخصم في ملعبنا. وهنا في هذه الورقة دونت المباريات التي لعبناها. تذكرون ذهبنا إلى كأس العالم في قطر، ولعبنا المباريات ال6 الأولى في دور المجموعات في المغرب. لعبنا مباراة واحدة خارج المغرب، كانت في الكونغو الديمقراطية، أي الكونغو كينشاسا. تعادلنا فيها 1-1، وجئنا إلى المغرب وفزنا 4-1، وذهبنا إلى المونديال في قطر. لماذا أطرح هذا المشكل وهذه الإشكالية وتداعياتها على المنتخب المغربي؟ لأن الفيفا قررت أن تدور هذه المباراة أمام الكونغو في المغرب. على أي أساس؟ وأين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟ هل ضربت به فيفا عرض الحائط؟ هل فيفا تمد يد المساعدة وتساعد المغرب على أن يذهب إلى كأس العالم؟ ولماذا نحن سنقبل بأن نلعب مباراة كانت من المفترض أن تكون خارج قواعدنا نلعبها داخل قواعدنا؟ لماذا نثير الشبهات؟ لماذا نزيد الطين بلة ونزيد من الشائعات التي تقول بأن المغرب وضع يده على الكاف ولديه علاقات عميقة وصداقات في الفيفا تحميه؟ لماذا؟ حتى لو كنت أنا طلبت مني الفيفا أن ألعب في المباراة في المغرب وأنا كفريق زائر، أقول لها لا تعطيني هذه الامتيازات، أنا أريد أن ألعب خارج قواعدي. هناك مبدأ تكافؤ فرص ذهاب وإياب. هذا الذهاب والإياب أين هو الآن؟ هذه المباراة هي في الجولة الرابعة. هل ستحتسب في الجولة الرابعة؟ وأن مباراة العودة التي هي في الجولة الثامنة ستقام في الكونغو، يكون آنذاك بعد سنة تقريبا، هي مقررة في شهر أكتوبر من 2025. ستكون الملاعب جاهزة في الكونغو ونلعب مباراة العودة عندهم، أم أننا سنستقبلهم في ملعبنا في أكادير ربما، أو في ملعب آخر؟ أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن نتكبع عليه. لا يعقل أنني ألعب أنا مباراة الذهاب والإياب داخل أرضي، ما كاينش. وهذا الشيء بدأ معنا. سأعطيكم التواريخ ثم نعود لمحور الحلقة، وهو قرارات الفيفا التي تساهم في أن يبتعد اللاعبون المغاربة، خاصة اللاعب المهجر الذين لا يعرفون شيئا عن القارة الإفريقية، يبتعدون عن الواقع الإفريقي. ولذلك شاهدتم معاناة اللاعبين المغاربة حينما يلعبون في ملاعب إفريقية. تتذكرون ماذا حدث في كأس إفريقيا؟ الشكوى المتكررة من أن الطقس حار، ومن أن الرطوبة، وأن أرضية الملعب ليست ملائمة. الواقع الإفريقي غير واقع أوروبا. لذلك أنا أذكركم حتى لا يقول الناس أننا ربما حاولنا نتحامل أو نصطنع موضوعا هكذا. سنبدأ بتصفية كأس العالم في 2021 المؤدية إلى مونديال قطر 22. نبدأ بأن المباراة الأولى كنا قد لعبناها أمام السودان في الرباط
يوم 2 من سبتمبر 21. في شهر أكتوبر يوم 6 أكتوبر 21 لعبنا مباراة مع غينيا بيساو، فزنا 5-0 في الرباط. ولكن 3 أيام بعد ذلك ذهبنا لنلعب أمام غينيا بيساو أين؟ في مركب محمد الخامس وفزنا 3-0. يعني لعبنا مباراة الذهاب، استقبلناهم في الرباط وذهبنا عندهم في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس. لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد. يوم 12/10/2021 ذهبنا لنلعب مباراة غينيا أمام غينيا أي في مركب محمد الخامس 4-1. في الشهر الموالي يوم 12/11/21 ذهبنا لنلعب المباراة أمام السودان في مركب محمد الخامس وفزنا 3-0. في كل المباريات التي لعبناها في المجموعة لعبنا 3 مباريات كان من المفترض نلعبها خارج قواعدنا، لعبنا داخل قواعدنا. 6 المباريات لعبناها في المغرب. امتى لعبنا المباراة الوحيدة خارج قواعدنا؟ لعبناها يوم 25 مارس أمام الكونغو الديمقراطية، ما كان يسمى سابقا بالزاير. تعادلنا فيها 1-1، وبعد 4 أيام جئنا إلى الرباط وفزنا عليهم 4-1 وذهبنا إلى كأس العالم. في تصفيات كأس العالم أتعرفون آخر مباراة لعبناها خارج قواعدنا قبل هذه المباريات التي قلت لكم كانت يوم 11 من نوفمبر 2017، كانت في الكوت ديفوار، وكان المنتخب المغربي مع غانا فاز 2-0 وذهب إلى كأس العالم في روسيا. من 2017 إلى غاية 25 مارس 2022 عاد لعبنا مباراة خارج قواعدنا، وهذا يعني أن هناك 5 سنوات في تصفيات كأس العالم ما لعبناش مباراة خارج القواعد. وبعد ذلك نأتي ونسمع شكوى من أن اللاعبين لا يستطيعون مواجهة الطقس إفريقيا، رطوبة إفريقيا، حرارة إفريقيا، ملاعب إفريقيا. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بعد هذه المباراة مع وليد الركراكي لعبنا مباراة رسمية خارج القواعد، كانت في تصفيات كأس إفريقيا، خسرناها 2-1 أمام جنوب إفريقيا. ولعبنا مباراة خارج القواعد في تصفيات كأس العالم أمام منتخب تنزانيا، فزنا 2-1. ولعبنا مباراة ودية تذكرونها أمام كوت ديفوار 1-1 قبل بالطبع كأس إفريقيا، كانت يوم 11 من أكتوبر 2023. إذا هذه المباريات التي هي من المفترض أن نلعبها خارج القواعد نلعبها الآن داخل قواعدنا. إذا متى سيكتسب هؤلاء اللاعبون النضج والشراسة والقوة والشخصية في أن يلعبوا في ملاعب إفريقيا؟ إذا كنا ندللهم وتأتينا قرارات من الفيفا تساعدنا في أن يبقى اللاعبون هنا، أن يأتوا من أوروبا في أجواء خيالية ويلعبوا ويتدربوا في مركب محمد السادس ويكونون في أفضل الفنادق ويلعبون في أفضل الملاعب ولا يعرفون شيئا عن واقع الملاعب في إفريقيا. كان من المفترض أن يذهبوا ليلعبوا في كينشاسا وهو ملعب محايد، ولكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. قررت الفيفا فجأة فرضت على الكونغو جمهورية الكونغو أن تذهب إلى أكادير دون مقدمات، وبالعافية وجدوا إمكانية الصعود إلى الطائرة وسيصلون هذا المساء إلى المغرب. ليس لهم المال، لم يجدوا ما يصرفونه من تذاكر لأداء تذاكر الرحلة. وإحنا مثلا في المنتخب المغربي لدينا طائرات خاصة، السيولة موجودة. هذا المنتخب الكونغولي الذي سيصل متأخرا هذه الليلة، ونحن نتحدث عن الأحد والمباراة يوم الثلاثاء، إمتى غيرتاح؟ إمتى غيتدرب؟ إمتى غيسترجع أنفاسه ويلتقطها ويلعب معك المباراة؟ يعني كل الظروف مهيئة. وتذكرون في الحلقة التي تحدثت فيها عن مشكلة زياش ونصيري، وحتى في حلقة مباراة المغرب قلت لكم أن المغرب مؤهل لكأس العالم. راهي إذا ما مشاش المغرب لكأس العالم سيكون بذنبه بسببه، أما الظروف كلها مهيئة. المجموعة أقصينا منها إريتريا ولات فيها 5 ديال الفرق بدل 6، أي أن منتخبات أخرى ستلعب 10 مباريات وإحنا غادي نلعبوا 8 المباريات. وكان هناك احتمال أن لا نلعب حتى 8 مباريات، كان هناك احتمال أن يتم إقصاء منتخب جمهورية الكونغو وتصبح المجموعة ب4